بصوا يا جماعة، احنا بنتكلم دايما بانه حائط الصد الاول للكائن الحي هو التغذية. حائط الصد الاول للكائن الحي هو التغذية. نسكت بعد كلمة التغذية؟ لا، التغذية السليمة، يعني التغذية بكل العناصر اللي محتاجها النبات. احنا النهاردة كام؟ 4 يناير، مش كده؟ 4 يناير. مفيش خوخ عائد بالمنظر ده، يعني حباية بالمنظر ده في الخوخ مفيش. والتزهير ده برضو مبكر. ايه اللي خلى النبات عمل كده؟ حصل تزهير مبكر وعقد كمان، وتلاه تزهير اخر نفس القصة. قلة التغذية. النبات لما بيتعرض لقلة التغذية بيبقى سهل وعرضة للتغيرات المناخية. التغيرات المناخية ان النبات بالنهار بيبقى الجو حر، بالليل برد، حر برد برد حر. تمام. التغيرات المناخية بتخلي النبات داخليا كده بيحصل له دربكة. الدربكة دي تحصل مع الشخص الهزيل، زي انت لو واحد ما بياكلش وجات شوية هوا هتجيبه على وشه، مش كده؟ هتزحفه على الأرض. إنما لو واحد متين وبياكل كويس، شوية الهوا مش هتاخده وتجري بيه. النبات نفس القصة. النبات نفس القصة. النبات القوي هيتحمل التغيرات المناخية. النبات الهزيل مش هيتحمل، وهيحصل له دربكة ويزهر ويسقط، ويزهر ويسقط، ويحصل عقد مبكر ويسقط، وهكذا. يبقى نقول التغذية السليمة المتوازنة الصحيحة وبعناصر صحيحة وموثوق فيها. للأسف لأن احنا بعد ارتفاع الدولار الدنيا عندنا سداح مداح في بعض الأمور. تمام.